السلام عليكم. مستعدين النهاردة نسمع القصة الجديدة؟ يلا بينا. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بعد ما تسمعوا القصة تدعموا الحلقة والقناة بلايك وكومنت وشير واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني إشعار بكل ما هو جديد. ودلوقتي يلا بينا نسمع مع بعض أحداث القصة. أنا دكتورة في مستشفى أمراض نفسية. اللي هحكيه لكم النهاردة شيء يفوق كل التوقعات وكل الخيال اللي انتوا تتصوروه. عايزاكم تسمعوا معايا الحكاية وهتحكموا عليها في النهاية. اللي حصل كان كالآتي. الحقني يا دكتور، المريض اللي اسمه محمود توفيق اتقتل. انت ازاي تدخلي عليا المكتب من غير ما تخبطي؟ بقولك محمود توفيق اتقتل. مين محمود توفيق ده اصلا؟ واتقتل فين؟ ده مريض في المستشفى واتقتل في المبنى الخلفي اللي مقفول. ايه؟ انت رحتي هناك؟ لا 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 طبعا، انا شفته من الشباك. طيب اهدي. الدكتور ساعتها ضرب الجرس ودخله السكرتير. شوف يا ابني مين محمود توفيق ده وايه حكايته. حاضر يا فندم. اتفضلي يا دكتورة شوفي شغلك وانا هتصرف. كنت حاسة ان المدير مش مهتم بالموضوع خالص ولا حتى فارق معاه الراجل اللي اتقتل. بس الصدمة عندي كانت أكبر من كده لما دخلت العنبر ولقيت في شخص تاني نايم على السرير اللي كان نايم عليه محمود توفيق. دخلت عليه بسرعة، كنت فاكرة ان هو بس للأسف طلع شخص تاني. ايه ده؟ انت مين؟ انا مختار. دخلت هنا امتى؟ انا هنا من اسبوع يا دكتورة. نعم؟ اسبوع ايه؟ في مريض غيرك هنا. لا يا دكتورة، انا هنا من اسبوع. في الوقت ده حسيت ان في حاجة غلط، بس الأغرب من كده لما دعاني المدير ورحت ولقيته بيقول لي: يا دكتورة مفيش مريض في المستشفى اسمه محمود توفيق. نعم، ده كان مريض عندي أصلا وأنا كنت متابعة حالته. طب يا ستي ده كشف بأسامي كل المرضى اللي في المستشفى، اتفضلي شوفيه. بصيت في الكشف، اسمه فعلا ما كانش موجود. ايه ده؟ ازاي؟ والله يا حضرة المدير. دكتورة لو سمحتي نقفل الموضوع ده، انت من زمان ما اخدتيش اجازة. روحي يا دكتورة، خدي بكرة اجازة عشان تريحي اعصابك. ماشي يا دكتور، بعد إذن. روحت وأنا مش عارفة أفكر، بس في الآخر وصلت إن ممكن يكون اللي أنا شفته ده كان مجرد تهيؤات من التعب وكده. وصلت البيت ومن التعب رحت على الأوضة ورحت في النوم. بس لما نمت شفت محمود في الحلم بيقول لي: ما تصدقيش يا دكتورة، أنا فعلا اتقتلت، ولو عايزة تعرفي الحكاية تعالي في المبنى المعجون. صحيت من النوم وأنا مفزوعة من الحلم اللي شفته. وتاني يوم الأجازة خلصت ورحت المستشفى وأنا كل تفكيري في اللي حصل وإني عاوز أعرف إيه حكاية المبنى دي. رحت المستشفى ودخلت مكتبي. أول ما دخلت طلبت من عمي سيد قهوة عشان أفوق بس لقيت محمود توفيق ولقيته بيقول لي: مستنيك يا دكتورة في المبنى، ما تتأخريش عليا. خلص كلامه وخفت، لقيت مكانه عمي سيد بيقول لي: اتفضلي القهوة يا دكتورة. أنا عارفة إنه كان بيتهيألي، بس قلت لما أسأل عمي سيد يمكن يعرف حاجة عن المبنى دي، وخصوصا يعني إنه قديم في المستشفى. بقول لك إيه يا عمي سيد؟ هقول يا دكتورة. هو إيه حكاية المبنى المهجور ده؟ مبنى مهجور ايه وليه بتسألي؟ هو في حاجة؟ لا مفيش، بس كنت مستغربة. عم سيد بصلي وفي عيونه في كلام كتير بس مش عاوز يتكلم. بيني وبين نفسي قلت ماشي، سيبني من السؤال ده. طب بقول لك ايه يا عم سيد، سيبك من المبنى دي. تعرف حد اسمه محمود توفيق؟
الصينية هنا وقعت من ايد عم سيد اول ما سمع الاسم ده، ولقيته بيقول لي انت تعرفيه منين؟ معرفش، بس سمعت الاسم ده قبل كده. لقيته بيبص لي وبيقول لي انت كدابة. انت بتقول ايه؟ ايوه انت كدابة، قولي لي اللي حصل معاكي بالظبط. قلت له على كل حاجة. لقيت عيونه دمعت لوحدها. لو عايزة تعرفي ايه قصة المبنى دي يا دكتورة، واللي حصل في المبنى ومين محمود توفيق ده، هحكيلك. قرب من الباب وقفل، ولقيته بيقول لي بص بقى يا بنتي، انا هحكيلك على كل حاجة، بس عشان خاطر ربنا الكلام ما يطلعش بره. ماشي يا عم سيد ما تخافش. الله يرحمك يا محمود. من حوالي يا بنتي كده 15 سنة كان المبنى المهجور ده شغال، وكان فيها مشرحة، وكان محمود توفيق ده فرد أمن على الباب بتاعها. لحد ما في يوم لقينا محمود ده مضروب بالنار، بس كان داخل المشرحة مش على البوابة. لما الحكومة وصلت معرفناش مين اللي عمل فيه كده، فالدكتور مصطفى قال للحكومة تلاقي كان عليه طار ولا حاجة، أصله من الصعيد. وفعلا الحكومة اقتنعت بكده وقفلت المحضر، بس محدش كان مصدق موضوع الطار ده لأكتر من سبب. أول سبب بقى إن محمود ما كانش من الصعيد، هو أبوه أي نعم من هنا، بس محمود عمره ما سافر الصعيد ولا يعرف عنها حاجة. تاني حاجة بقى يا بنتي، محمود كان راجل محترم وكل الناس بتحبه. أنا كنت عارف إن موضوع الطار ده مستحيل، بس محدش بقى كان عارف مين اللي موته وموته ليه وإزاي، لأنها داخل المشرحة مش على البوابة، ما كان شغله. بس بعد ما حصل ده بقى يا بنتي المبنى بقى يحصل فيه حاجات غريبة، والأغرب إنه كان كل يوم نسمع فيها أصوات صريخ بالليل، وكل الدكاترة بقت تخاف منها. لحد ما في يوم كان فيه دكتور في المشرحة طلع يصوت ويقول إن شبح محمود توفيق ظهر. الدكتور محمود أول ما عرف كده قفل المشرحة وقفل المبنى دي كلها، وأمر يا بنت إن محدش يدخل المبنى دي تاني. وأكيد عشان المستشفى خاص محدش قدر يقوله لأ وبتقفل المبنى دي ليه وإيه هو مصدر القفلات. محمود توفيق يا بنتي مسكتش، بقى يظهر لبعض الدكاترة في المستشفى، بس كان اللي يظهر له بيسيب المستشفى على طول. وانتي اهو بتقولي ان ظهرلك، ها يا ترى هتهربي ولا هتدوري على الحقيقة فين؟ مش عارفة والله يا عم سيد. طيب على اي حال لو احتجت مني حاجة قوليلي، انا محمود كان صاحب ويهمني اعرف مين قتل. خرج عم سيد من عندي وانا قاعدة عمالة افكر في كل اللي بيحصل، وبعد تفكير كبير اخدت القرار اني ادخل المبنى المهجور، يمكن اوصل لحل للغز ده. بس ازاي وفي فرد امني واقف على الباب؟ اكيد هيسألني رايحة فين. ايوه هو عم سيد، هطلب منه انه يشغل الواقف على البوابة لحد ما ادخل. كلمت عم سيد وطلبت منه انه يشغل الحارس لحد ما ندخل المبنى، وبالطبع وافق. وبالفعل حددت ميعاد مع عم سيد، وهو طبعا شغل الحارس وانا دخلت المبنى. المكان من جوه كان كله تراب وريحة وحشة قوي، ده اكيد شيء عادي، المكان مهجور من زمان. قعدت الف في المبنى لحد ما عيوني جت على اوضه مكتوب عليها المشرحه. دخلت جواها، كانت ريحه وحشه قوي. قعدت ابص يمين وشمال، مفيش حاجه. انا كنت حاسه اني كنت خلاص همشي، بس قبل ما امشي سمعت صوت حد بيقول لي اهلا بيك يا دكتورة. مين انت؟ مين؟ انا محمود توفيق. محمود توفيق مات؟ ما انا العفريت بتاعه، او زي ما بتقولوا يعني القرين بتاعه. ما تخافيش ما تخافيش يا دكتورة، انا ما جبتكيش هنا علشان اذيكي، بالعكس انا عاوز تساعديني. اساعدك؟ اساعدك ازاي؟ انا مش فاهمه.
هتفهمي كل حاجة. بس لو سمحتي اقعدي على الكرسي اللي قدامك ده وغمضي عيونك وما تفتحيش عيونك غير لما اقولك. حاضر، أنا هقعد أهو. قعدت على الكرسي وفعلا غمضت عيوني وشفت الدكتور مصطفى لابس بلطو أبيض وماسك في ايده مشرط وسكينة آدمية، وعلى الترابيزة جثة، والدكتور مصطفى شغال تقطيع فيها، بيخرج كل الأعضاء اللي فيها وبعدين يقفل الجسم، ويجي 2 يشيلوا الجثة ويخرجوا بره المشرحة، ويجي غيرها. الوضع ده استمر مع أكتر من شخص لحد ما في جثة كانت تحت إيد الدكتور، بس صاحبها ما كانش ميت. أيوة، الجثة كانت بتتحرك، حركت إيديها. الدكتور ساعتها خرج المسدس بتاعه من جيبه وضرب الجثة بالنار في دماغها، ومع صوت الرصاص دخل محمود بسرعة عشان يتفاجئ باللي حصل. محمود ساعتها صرخ وقال لهم: انتوا بتعملوا ايه؟ وايه صوت الرصاص ده؟ وقرب من الدكتور وقال له: ايه ده؟ الراجل ده داخل عايش وكان بس عاوز يعمل عملية، انت ليه ضربته بالنار؟ الدكتور مصطفى هنا طلع المسدس من جيبه وضرب محمود هو كمان وموته، وفتح بطنه وخرج كل أعضائه منها، وبعدين قفل بطنه وأمر يبلغ بقفل باب المشرحة بعد التخلص طبعا من الجثث، وبلغ الحكومة إنه لقى حارس أمن مقتول وإنه من الصعيد، وأكيد إنه كان عليه طار من البلد. بعد ما شفت كل ده لقيت محمود بيقول لي: خلاص يا دكتور، فتحي عيونك. فتحت عيوني عشان اتصدم من اللي شفته. فتحت عيوني لقيت قدامي محمود، بس كانت بطنه مفتوحة، كل أعضائه متاخدة منها، وكان مضروب بالنار في دماغه. أنا أول ما شفت صرخت بعلو صوتي، لقيته بيقول لي: اهدي يا دكتور، اهدي معلش، انا مش هضرك، ما تخافيش. انا عاوزك ساعديني اخد حقي من الدكتور مصطفى. أنا مش فاهمة حاجة يا محمود. بص يا دكتور، الدكتور مصطفى كان شغال في الأعضاء البشرية. كان أي حادثة بتحصل بياخد الناس اللي ماتت فيها وبيسرق منهم كل الأعضاء ويبيعها. ومش بس كده، ده كمان لو لقى في شخص لسه عايش بيموته. أنا كنت حاسس بكده لحد ما في يوم سمعت ضرب نار ودخلت عليه، لقيته قتل واحد كان لسه عايش. ولما عرف إني شفته وعرفت كل حاجة ضربني أنا كمان بالنار وأخد أعضائي وفضى جسمي. ولحد دلوقتي وأنا بحاول أوصل رسالتي لحد يساعدني. ولما شفتك قلت أنت اللي هتقدري تساعديني، أنت اللي هتقدري تخليني آخد حقي. طيب وأنا هساعدك إزاي؟ مش عارف، اعملي حاجة، هتعرفي يا دكتورة إن شاء الله. إزاي؟ محمود، أنت رحت فين؟ يا محمود. وفجأة محمود اختفى. ما كنتش عارفة أعمل إيه. قعدت أفكر أنا إزاي هعرف أساعده، بس قطع تفكيري صوت بيقول: أنا كنت عارف إنك هتيجي هنا. دكتور مصطفى؟ أيوة يا دكتورة، دكتور مصطفى. عاوزة تعرفي مين محمود توفيق؟ ماشي يا دكتورة. محمود توفيق ده كان حارس أمن هنا، وأنا اللي قتلته. تعرفي ليه؟ عشان كان غبي، بيحب يدخل نفسه في اللي مالوش فيه زي كده. كده يا دكتورة. عاوزة تعرفي حاجة مش من حقك إنك تعرفيها، عشان كده انت لازم تموتي. إيه؟ ما تستغربيش يا دكتورة، كل اللي دخل هنا كان لازم يموت، عشان يموت معاه سر المكان، سر المشرحة. بقولك حاجة كمان يا دكتورة، أنا شغال في سرقة الأعضاء، يعني موتك مكسب ليا. الدكتور مصطفى قرب عليا وحاول إنه يخنقني، بس الحمد لله الحكومة دخلت في الوقت المناسب. هتقولوا لي الحكومة جات إزاي وعرفت منين؟ نرجع كده فلاش باك لورا. أنا بعد ما خلصت مع عم سيد وقررت إني أدخل المبنى ده، كان لازم أأمن نفسي برضه. كلمت ضابط شرطة معرفها، حكيت له عن الموضوع كله. الضابط ساعتها اداني جهاز تسجيل صوت وصورة، وكان معايا خطوة بخطوة.
لحد ما دخلت في الوقت المناسب عشان استدرك طبعا الدكتور مصطفى عشان يقول على كل حاجة. وأول ما قال دخلوا هما في الوقت المناسب، ولقيت الضابط المعرفة لقيته بيقوله: سلم نفسك يا دكتور، انت خلاص اتكشفت. انا ما عملتش حاجة، كل حاجة متسجلة صوت وصورة. وتم القبض على الدكتور مصطفى، والمستشفى اتحولت مستشفى حكومة، وانا دلوقتي اهو المدير عليها. بكده خلصت الحكاية. عرفتوا؟ اللي بيموت معاه سره مهما كان لازم ينكشف، وعمر ما حد هيموت ظلم إلا وحقه هيتاخد، سواء في الدنيا أو في الآخرة. لحد هنا وصلنا معاكم لنهاية القصة الأولى للكاتب زياد. يلا بينا نسمع مع بعض القصة التانية. بصوا، أنا مش عارف أبدأ الموضوع منين أو إزاي، بس اللي أقدر أقوله يا ريت حد يعرف يساعدني أخرج من اللي أنا فيه. أنا حازم من أسيوط، من حوالي 3 سنين نزلت القاهرة أشوف شغل، وأكيد أول حاجة لازم أشوفها سكن أعيش فيه. فضلت أسأل لحد ما لقيت سمسار، الناس قالوا عنه إن سمسار كويس واسمه عم عربي. خدت بعضي ورحت لعم عربي. السلام عليكم يا عم عربي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم عربي، ايوه يا ولدي، تحت امرك. أنا كنت عاوز شقة أعيش فيها. في حاجة عاملة 5000 جنيه، في حاجة عاملة 3000 جنيه. طب مفيش أقل من كده؟ أنا لسه نازل من البلد، وبصراحة الموضوع يعني لسه في البداية وأنا على الله. عم عربي هنا لقيته بيبصلي بيقول لي: طيب يا ولدي، بقول لك ايه يا استاذ، في حاجة عندي عاملة 400 جنيه في الشهر. حلوة أوي دي، ممكن أشوفها؟ ماشي يا ولدي، يلا نروح نشوفوها. ورحت مع عم عربي. المكان كان في شارع تابع لحي الدرب الأحمر، مكان شعبي وأثري جميل بصراحة. بس الغريبة بقى إن الشارع من أول ما دخلت فيه مفيش فيه أي حاجة، ما شفتش في المكان ولا إنسان. شارع طويل عريض في مكان شعبي مفيش فيه ولا محل ولا قهوة ولا حتى ناس. إيه المكان ده؟ بصيت لعم عربي وسألت: إيه المكان ده يا عم عربي؟ هو مفيش ناس هنا ولا إيه؟ كيف ده يعني؟ لا فيه ناس طبعا، بس المكان هناه معروف انه هادي شوي، او كل واحد هناه في حاله. الناس بترجع من الشغل يا ولد على النوم. دخلت البيت. بصراحة البيت كان جميل أوي، وكمان الشقة 4 أوض، يعني حاجة روعة. أنا مصدوم، إزاي شقة حلوة كده تكون بالسعر ده؟ أكيد في حاجة غلط. قطع تفكيري صوت عم عربي بيقول لي: ها، ايه رأيك يا ولدي في الشقة؟ عجبتك؟ جميلة أوي يا عم عربي، تمام. ايدك بقى يا ولدي على 600 جنيه، ايجار 400 جنيه، وسمسارة 200 جنيه. طيب مفيش عقد؟ يا عم خليها على الله، ولا عقد ولا حزنون. عم عربي كان عاوز يخلص ويمشي بسرعة. بصراحة أنا كمان كنت تعبان. ساعتها اديته الفلوس وهو مشي، وأنا دخلت عشان أوضب الشقة، بس لقيت رسمة غريبة، رسومات في كل مكان في الشقة. ساعتها قلت عادي، يمكن اللي كانوا في الشقة قبلي بيحبوا الرسم ولا حاجة. نضفت الشقة ودخلت نمت، وكانت الساعة حوالي 10 بالليل. ولما رحت في النوم صحيت من النوم الساعة 3 بالليل على صوت غريب ملوش مصدر، متعرفش ده صوت قطط ولا كلاب. دخلت المطبخ ما لقيتش حاجة، استغربت. دخلت الحمام وغسلت وشي، طلعت قعدت على كرسي في الصالة، وفجأة الباب خبط. قمت وانا بقول: مين اللي بيخبط؟ الساعة 3 بالليل، مين يعني اللي هيخبط عليا؟ ده السؤال اللي كنت بسأله لنفسي. بعد كده فتحت، لقيت واحدة في العشرينات من عمرها، كانت لابسة يعني ولو مؤاخذة كده قميص يعني داخلي قصير. لقيت بقول لها: مين حضرتك؟
لقيتها ردت عليا وقالت لي. أنا خالتك أم محمود. ضحكت ساعتها وقلت لها خالتي ايه يا شيخة؟ قولي اختي، انت مش شايفة نفسك في المراية ولا ايه؟ ساعتها بصيت لها وقلت لها عاوزة ايه حضرتك؟ تعالى غير لي الأنبوبة، أنبوبة البوتاجاز. مش هينفع، ما ينفعش ان انا ادخل وانت لوحدك. ما تخافش، الناس هنا بتيجي من الشغل تنام على طول، محدش هنا هيشغل دماغه. يلا. طب وجوز حضرتك؟ جوزي في الشغل، ولو جه وما لقينيش عملت الأكل هيزعقلي. يرضيك؟ طيب انا جاي، هاجي واسلم امري لله. دخلت وفتحت الباب، كان مفتوح اصلا. اول ما دخلت الشقة استغربت، ريحتها وحشة. ساعتها شاورت لي على المطبخ وقالت لي ادخل، هلبس حاجة وهغير كده وجايالك. الشقة كان فيها قطط كتير وريحة وحشة، وتراب مالي كل مكان فيها، وفي فرش أبيض كتير على كل حاجة. دخلت المطبخ ما لقيتش أنبوبة، ما لقيتش بوتاجاز أصلا. يا أستاذة، يا حاجة، يا اللي هنا، إيه ده؟ هي راحت فين دي؟ ما بتردش ليه؟ مفيش حد. قلت لما أخش الأوضة اللي هي قالت لي هخش أغير فيها، وأول ما فتحت اتفزعت. فزعت لما لقيت قطة سودة ودماغها حمرا. اترعبت طلعت أجري على شقتي وقفلت الباب. قعدت أفكر في اللي حصل. إيه ده؟ هو أنا كنت بحلم ولا إيه اللي حصل لي؟ اللي حصل لي ده معناه إيه؟ وأنا قاعد على الكرسي سمعت أذان الفجر. نزلت عشان أصلي في أقرب جامع، كان في الشارع الرئيسي. رحت صليت وأنا راجع في الشارع مفيش أي حد ماشي في الشارع. غريبة دي، يعني الشارع كله مفيش فيه أي شخص بيصلي. والغريب أكتر الضحك اللي ملا المكان، ضحك غريب. دخلت البيت، وفي المدخل سمعت نفس الصوت اللي صحاني من النوم. أنا لحد دلوقتي مش عارف ده صوت إيه، مش عارف دي قطة ولا كلب. البيت كانت ريحته وحشة أوي. طلعت على السلم وأنا طالع سمعت صوت بيقول. انت مين؟ بصيت ورايا ما لقيتش حد. غريبة، مع إن الصوت كان قريب أوي مني. طلعت لحد ما وصلت الشقة اللي الست كانت فيها. سمعت صوت ضحك عالي خارج منها. وقفت دقيقة أفكر في اللي حصل. وقطع تفكيري صوت باب بيفتح وخرجت منه بنت زي القمر. أهلا وسهلا، مين حضرتك؟ أنا ساكن جديد في الشقة اللي فوق. أهلا بحضرتك. ومالك مركز كده مع الشقة اللي فوق دي؟ مفيش، والله عادي، أصل حصل. وحكيت لها على كل حاجة. لقيتها بتقولي. مين اللي خرجت ليك؟ الشقة دي ما فيهاش حد خالص، أصل دي مقفولة من أكتر من 3 سنين، من يوم الحادثة. إيه؟ بقول لحضرتك ده لسه الموضوع من ساعة. ساعة إيه؟ بقولك مقفولة من 3 سنين، يمكن الشقة التانية وانت اتلخبطت. لا 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 لا، هي الشقة دي. يبقى ازاي فاضية وحادثة ايه؟ أرجوك انطقي قولي، أنا مش فاهم حاجة. بص يا سيدي، الشقة اللي حضرتك بتقول إن فيها ست خرجت منها، كان فيها ست فعلا، وفعلا كان جوزها شغال في شركة ومش بيرجع غير نص الليل كل يوم. وفي يوم رجع من الشغل لقى معاها واحد في الشقة. جوزها موتها هي واللي معاها وسابهم أموات في الشقة. أسبوع لحد ما الريحة طلعت والناس كسرت الباب، لقوا دول ميتين، ولحد دلوقتي محدش يعرف جوزها فين. ايه انت بتتكلمي بجد؟ لا، ولسه خد التقيلة. الست اللي ماتت دي كانت ساحرة، وكانت بتقدم خدمات للجن. لما ماتت القرين بتاعها رجع تاني عشان ينتقم، وكل يوم بيموت شخص في الشارع، لحد ما الناس سمت المكان ده حارة الأموات من كتر ما في ناس ماتت فيها. وكل سكان الحارة اللي عاشوا منها هربوا من الحارة، ده حتى الناس بتخاف تدخلها بالليل. طيب معلش، لما كل الناس مشيت حضرتك ليه ما مشيتيش؟ وليه لسه موجودة ومش خايفة؟ أخاف؟ أخاف من إيه؟ هو بعد الموت حاجة تاني؟ مش فاهم قصدك، يعني ايه؟ أيوة يا أستاذ، أنا المرحومة اللي كانت ساكنة الشقة اللي قصادك دي.
قالت كده واختفت. ولسه هقولها انت بتقولي ايه، لقيتها اختفت. ايه ده؟ انت يا ست رحت فين يا ست انت؟ انت يا ست رحت فين؟ ورحت على باب الشقة اللي كانت واقفة عليها، ما لقيتش حد خالص. بسرعة الرعب سكن قلبي وطلعت على الشقة جري. دخلت وقفلت الباب وفضلت قاعد لحد الصبح. وأول ما النهار طلع نزلت على الشارع جري، والحارة في عز الظهر ومفيش ناس فيها خالص. خرجت على الشارع العمومي ولقيت مطعم. دخلت طلبت أكل وقعدت وأنا بترعش. صاحب المطعم أخد باله مني، لقيته جاي عليا وبيقول لي: مالك يا ابني؟ فيك ايه؟ خير يا ابني؟ معرفش ليه حكيت له على كل اللي حصل. يا استاذ، الحارة دي حصل فيها اكتر من حالة قتل، والجن والعياذ بالله مسك فيها من كتر اللي حصل. دي حتى الحكومة منعت السكن فيها. اكيد السمسار ده نصب عليك. إيه ده؟ ده خد كل الفلوس اللي معايا. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمه ايه يا ابن السمسار ده؟ اسمه عم عربي. مين عم عربي؟ مفيش سمسار هنا يا ابني بالاسم ده. يعني إيه؟ يا ابني انا اعرف كل سماسرة اللي هنا، مفيش فيهم حد باسم عربي ولا بالمواصفات اللي انت بتقول عليها دي. بعد تحقيق كتير من أهل المكان محدش قدر طبعا يعرف مين عم عربي ده. في ناس كمان بتقول إن الجن هو اللي خلاه يظهر لي بالشكل ده وعمل نفسه سمسار عشان يدخلني المصيدة بتاعته. ولحد كده خلصت حكايتي، وبجد أنا بحمد ربنا إني خرجت بالسلامة، خرجت من حارة الأموات. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية الحلقة. كل الشكر لكاتب أحداث القصص الكاتب زياد. ما تنسوش الدعم للقناة وللحلقة لايك وكومنت وشير. ولو أول مرة تشوفوا القناة وعجبكم المحتوى ياريت ما تحرمونيش من الاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني دايما إشعار بكل ما هو جديد. دمتم في حفظ الله ودمتم مرعبين. تصبحوا على ألف خير.